السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب. هنعمل مع بعض مربى الفراولة. الفراولة طبعا موجودة دلوقتي في الأسواق الحقيقة، لأن هي قربت تمشي من الأسواق وكده. الفراولة طبعا حاجة حلوة قوي، بنعمل بيها وصفات كتير قوي، وهنعمل النهاردة منها مربى الفراولة. هتبقى أحلى من الجاهزة مليون مرة. لو جربتي مربى الفراولة في البيت بجد بجد يعني مش هتشتريها من بره تاني، من كتر النظافة وحلاوتها في البيت. طبعا هي بتبقى أوفر من بره بكتير. الطريقة إن شاء الله سهلة جدا، وامشي معايا بالمقادير والخطوات، ومفيش أسهل منها يعني. وهتعملي أحلى مربى فراولة بإذن الله. المهم يا أمارات، قبل ما ندخل بقى على الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه حبايب قلبي، هنغسل الفراوله كويس جدا جدا. ده اهم حاجه طبعا، غسلها مره واتنين وتلاته. طبعا الفراوله ما ينفعش ننقعها عشان يعني الفراوله حاجه حساسه وبتتهرب بكل سهوله، فما تنقعهاش. اغسليها كويس جدا مره واتنين وتلاته، عشان بيبقى طبعا فيها رمله وفيها تراب. فاول حاجه هنغسلها كويس تمام كده. بعد ما غسلناها بقى هنقطعها، وهنضيف عليها السكر. طب الكميه اللي معايا قد ايه؟ كيلو ونص فراوله عليهم نص كيلو سكر. لو هتضاعف الكميه 3 كيلو فراوله عليهم كيلو سكر، او 2 كيلو ونص فراوله عليهم برضك كيلو سكر. طبعا هنضيف السكر وهندخلها التلاجة قبلها بيوم. طبعا اللي ما عندهوش الوقت يعني ان يخليها في التلاجة قبلها بيوم، خلاص يسيبها ساعة او ساعتين. السكر ينزل مية المربى عشان تكون سهلة معاه وهو بيحطها على النار يعني، وبتاخد وقت اقل. اللي طب ما عندوش طب برضك وقت ساعة او ساعتين ومستعجل خالص، خلاص تحطيها على نار هادية وغطيها بغطا الحلة. تمام كده لمدة مثلا 10 دقايق او ربع ساعة، هتلاقي نزلت المية بتاعتها. حوشي الغطا خالص لان الفراولة بتفور. تمام كده. وبرضك لازم كمية الفراولة تبقى في حلة كبيرة. اي كمية فراولة خليها في حلة كبيرة، لان الفراولة بطبيعتها بتفور. طبعا اي ريم يطلع على الوش لازم تحشيه. افضلي حوشي في الريم، كل ما تطلع ريم تحوشي الريم اللي على الوش، لان ده بيأثر من عمر الفراولة. وغير كده لازم ايدك على طول برضك بالتقليب، عشان ما تتلسعش الفراولة من تحت، تبقي واقفة قدامها يعني. الفراولة طبعا معاكي بتخس اكتر من نص، عشان تعرفي ان انها استوت. اول ما تخس معاكي للنص هتضيفي عصير ليمونة بحالها، او رشة بسيطة ملح ليمون. تمام كده. الفراولة طبعا بتخس خالص معاكي لاكتر من النص. البخار بيتكثف وبتتقل معاكي. طب تعرفي ازاي ان المربى استوت؟ بتجيبي المعلقة، تمام كده، ظهر المعلقة يعني، بتعملي خط عليها في النص. لو فضل، انا بعملها دلوقتي معاكم، لو فضل الخط ثابت يبقى كده المربى جاهزة. بصوا كده، هجيبها اعملها لكم تاني. بص كده المربى جاهزه. طبعا الفراوله خلي بالك ما تنشفش معاكي. ما تسيبهاش تنشف معاكي وتبقى ناشفه، هي لازم تبقى فيها خفيه شويه كده كده لما بتبرد بتتقل بطبيعتها. وكمان لما بتدخليها التلاجة معاكي. خدت معايا في الوقت يعني على نار اقل من الوسط شويه 40 دقيقه. تمام كده. ممكن تاخد معاكي نص ساعه، ممكن تاخد معاكي ساعه، على حسب الكميه وعلى حسب النار بتاع حسب النار يعني اللي انت عاليه او واطيه. تمام كده. بجد مربى حلو قوي، هتعجبكم. بجد نضيفه قوي وطعمها حلو قوي مميز فعلا. بتاعت بره بتبقى مليانه مواد حافظه كده، وطعمها بيبقى لاذع قوي يعني. طعمها انا ما بحبهاش بتاعت بره بصراحه. ولو اضطريت اشتريها يعني بشتري حاجه جودتها كويسه. اللي وصل بقى لحد هنا لايك كده من ايديه الحلوه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان عيلتنا كده تكبر بيكو. وعلشان كمان الكل يستفاد بالفيديو يعني، فلايك كده حلو علشان كله يستفيد. بحبكم في الله، وإن شاء الله أسيبكم في حفظ الله. ومع السلامة، سلام عليكم.